فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. هلا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام حيثما كنتم وأينما وجدتم، أسعد الله أوقاتكم. السلام عليكم ورحمة الله. هذا عدد جديد ولقاء جديد متجدد من برنامجكم اليومي هلا سألوا عبر الخامسة، قناة القرآن الكريم من الجزائر، برنامجكم الذي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. معلمنا وضيفنا هذه الحلقة بإذن الله فضيلة الشيخ أستاذنا الدكتور سعيد بويزري. أهلا وسهلا بكم جميعا وبه شيخنا سعيد. مرحبا لك. والذين هم للزكاة فاعلون. الزكاة في القرآن الكريم فعل، كيف ذلك؟ هذا هو سؤالنا هذه الحلقة في جلستنا الافتتاحية. يقول تعالى في سورة المؤمنون بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. شيخنا، فعل الزكاة ما هو؟ بارك الله فيك أخي أحمد على هذا العنوان الذكي المستنبط من آي الله العزيز في كتابه الكريم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال حديثنا متواصلا في هذا الموضوع المهم، الموضوع الحيوي اللي هو موضوع الزكاة. من باب التذكير أذكر السادة المشاهدين والسيدات المشاهدات بأن الزكاة فريضة شرعية دلت عليها النصوص وضرورة اجتماعية، فهي فريضة شرعية اجتماعية مالية إذن، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام كما نعلم في حديث ابن عمر الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على 5. فبدأ بالتوحيد: لا أشهد أن محمد رسول الله، شهادة أن لا إله إلا أن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ثم وصوم رمضان، وفي الأخير الركن الخامس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فهذا حديث متفق عليه في البخاري ومسلم وغيرهما. إذن فهي فريضة شرعية دلت عليها النصوص. قرأنا الآن نص الحديث النبوي الصحيح، والقرآن نجد يا أخي أحمد 30 مرة اقترنت الزكاة بالصلاة. هناك اقتران بينهما، وهذا له دلالة واضحة جدا. فإذا كانت الصلاة عماد الدين، الصلاة عماد الدين كما دلت على ذلك النصوص، فتأتي الزكاة مقترنة بالصلاة في أكثر من موضع، في 30 موضعا. هذا عنده دلالة واضحة، يعني للفت الانتباه، انتباه المسلمين وانتباه الناس إلى أهمية هذه الفريضة من ناحية الشرعية ومن ناحية الاقتصادية المالية ومن ناحية الاجتماعية. ثم أن هذه الفريضة كما قلنا فريضة مالية، أي وعاؤها المال. صحيح. وعاؤها المال، وهذا عنده دلالة كبيرة جدا. لابد لكل إنسان مالك أن يدرك مسألة في غاية الأهمية، أن ملكية الإنسان للمال ليست ملكية مطلقة، فهي ملكية تفويض وإنابة. أيوة. كيف؟ لقوله تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. إذن الإنسان في الحقيقة لم يكن هو المالك الأصلي للأشياء، بل الله عز وجل هو المالك للأشياء ابتداء وأثناء وانتهاء. أما الإنسان مسير، أعطى ربي أموال بأسباب معينة. كان اللي يخدم بعرق الجبين وكسب ثروة، كان اللي يخدم عمل ذهني عقلي علمي كسب ثروة، وكان يدير تجارة البيع والشراء أيضا كسب ثروة. كان اللي يكسب ثروة من ميراث أبيه، شكون اللي أعطاه؟ ربي سبحانه. صحيح. اللي أعطاه قال عندك حق ترث كذا وكذا، وإلا لا يستطيع أن يستولي على الميراث أو أن يحتل تلك العقارات إلا بإذن من الشرع. إذن مهما كانت مصادر الملكية الفردية، فملكية الإنسان للمال ليست ملكية مطلقة مؤبدة، ولكن هي ملكية مؤقتة.
جميل. يملكها 10 سنوات 20 30 40 يجي نهار يموت ويخليها للأولاد الورثة نتاعو الورثة هذون يجي نهار يموتوا يخليوها للورثة الآخرين. وسبحان الله ربي قال في القرآن ولله ميراث السماوات والأرض. سبحان الله. لابد للإنسان أن ينتبه إلى هذا المعنى العميق. إذن ما دام ربي هو الملك الأشياء حقيقة حنايا غير نسيروها. إذن ربي قال أنفقوا من هذه الأموال وزكيوا هذه الأموال. وزاد أكثر من ذلك يا أخي أحمد الزكاة ما قال الشرع اللي يملك مثلا مليون يزكي، لا، اللي يملك النصاب كما كل الناس الآن تعرف والحمد لله لازم يبلغ النصاب. والنصاب الله يبارك حاجة كبيرة 50 صحيح. مليون و150 ألف حاجة كبيرة. وزيد دار عليها العام، ولكن يلي اعطاه ربي هذا المال ودار عليه العام وفاضل على احتياجاته إلى آخره وسدد كل ديونه وفاض هذا المبلغ زكي فقط ربع العشر اللي هو مبلغ زهيد في الحقيقة 2.5%. ولكن ذكرتم والذين هم للزكاة فاعلون. هنا الامتحان نستر. وكيف نحول الزكاة إلى فعل، نحولها إلى فعل ونترجم معنى هذه الآية بجملة أمور. تفضل. الأمر الأول وقفني وين حبيت يعني باش نختصر الكلام. بارك الله فيك يا أخي أحمد، أنت يعني مرن إلى أبعد حد جزاك الله خير. ولكن نقول لك يا أخي الأمر الأول لابد أن يستحضر الإنسان المزكي هذه المعاني. يقول ربي أعطالي احنا نمده قارن قبيلي غادي يفكر ربي إما السن يلدي غيف السن. مع ذلك واحد أعطاه ربي الخير ولكن شحيح لا هو ينتفع ولا غيره ينتفع. إذن هذا المعنى ما ننساوش أن هذا المال مال الله ابتداء وانتهاء. الأمر الثاني لكي نحول الزكاة إلى فعل لابد أن نشكر الله عز وجل وهو المنعم. سبحان. المال نعمة أليس كذلك؟ صحيح. ولكن هل يجوز للنعم أن تلهينا عن المنعم؟ أبدا. إذن لابد أن نستحضر هذا المعنى. صاحب المال الحقيقي يعني هو الله. إذن فإذا فهمنا ذلك وأدركناه نقول الحمد لله. معنى المزكي يقدم المال وهو يشكر الله عز وجل أن أعطاه المال الذي يتصدق به ويزكيه. الأمر الثالث الذي يساعدنا على تحقيق هذا الأمر هذا الفعل الزكاة فعل. الأمر الثالث وهو مهم جدا أن نسارع ونبادر إلى إخراج الزكاة كلما توفرت الشروط وتحققت لابد من فعل ماهوش من قول. صحيح. ممكن الإنسان يقول مليح الزكاة ولازم الفقراء نعاونوهم ونساعدوهم غير هذيك يجب وينبغي ومليح وكذا، لا. ومن الضروري لا، لابد أن يبادر الذين وجبت عليهم الزكاة أن يبادروا إلى إخراج زكوات أموالهم كلما تحققت الشروط. إخراج فعلي عملي. وربي قال وقل اعملوا زيد فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون إلى آخر الآية. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع لا يجوز للإنسان أن يكون شحيحا، يعني بمعنى مثلا ما يديرش الجرد نتاعو سوا درك واحد عطاه الله يبارك ببضاعه وتجاره وكبيره ولا عنده لونتربريز عنده مثلا الشركه نتاع البناء ما شاء الله خير ربي ولكن ويعرض هذيك العمارات للبيع وكذا الى اخره، ولكن كي يروح يدير الجرد الانفونتير السلعه نتاعو ولا كل ما هو من عروض التجاره ومن فما يكون شحيحا يعني يكون بخيل. كما هذا يحكى لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذيك القصه نتاع ذاك اللي قال لهم بعد وفاته قال له علاش في كل مره زكاه في كل عام زكاه ولا يخير من البقر يعني اضعافها اللي هزيله وضعيفه والخير فن وهكذا. الانسان ما يتعامل مع الله عز وجل بهذه الطريقه. وباش نحول زكاتنا ايضا الى فعل نعطيو لها هذاك البعد الاخلاقي، لان الاحكام الشرعيه راهي مقترنه بالاحكام الاخلاقيه. السيدة عائشة رضي الله عنها مما أثر عنها كي تروح للفقير باش تعطيله المال تقول له أنت ارفد يعني ما تقولوش يعني تعطيله ما هكذا. يد أم المؤمن عائشة هي العالية، لا تقول له الفقير أنت ارفدها. حينما سئلت قالت باش تبقى يد الفقير هي العليا
ويدي تبقى السفلى رضي الله عنها. يعني هذا كما يقولوا سلوك ذوقي أخلاقي. هذه تربية بيت النبوة. تربية بيت النبوة، نعم. أكثر من ذلك نستشهد بقوله تعالى في سورة المعارج: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. إذن هذاك الفقير كيجي ما يجيش منكسر الخاطر باش تتحول الزكاة إلى فعل يعني نسد حاجاته، وهذا أمر من الأمور أن الفقير تسد الحاجة نتاعو، والغني يبرئ ذمته أمام الله ويزكي أمواله ويزكي نفسه ويزكي أرزاقه، بل أكثر من ذلك يكون ذلك سببا في نزول البركة، ربي يبارك فيما يملك. ولكن إذا كان فهمنا معنى هذه الآية والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، نقول بأن هذا الفقير نعطي له حقه، وباش تحول إلى فعل نحن نأخذ ذلك المال إليه، ما نستناوش حتى يأتي هو. يعني هذه بعض المظاهر، فإذا تحققت إن شاء الله تعالى تكون الزكاة فعلا لا قولا. بارك الله. باختصار شيخنا الكلمات اللي قلتها ترجمها باختصار شديد وبسرعة. الله يبارك فيك. شوف غادي غيث مثلا في السماثين وها ربي ثمسة تاكين الزكاة كذلك مثلا أحمد باش تسوار ذي الفعل وها ربي وقادم يفكر بالرزق وتسونا ربي سبحانه وتنسى يثين دي رزقا قارنا غيفكر ربي ما السن يلدي يفسن وإذا غدا مركنتين إذن تارينا ذين فوق الليل في تاجال فوجيل هذا سن يفك الحق نسن خاطر ذي الحق نسن لكن نخدم الجدود نغزيك مرة نخدم النعمة يثغرغر نغد النار وسكشمنا راه يرزنا في مزين الحقني الفقير أتجن ذي برا باش يثوينيه الليل وقارنا شو قيد الحق ربي إلى قاضي يوضوه الليل وكا إن زمار أذن ترجم شو المعنى الآية والذين هم للزكاة فاعلون. أحسن الله لك شيخنا السعيد وبارك فيك. هلا سألوا عبر الخامسة قناة القرآن الكريم الجزائر حتى يتحول أمر الله في الزكاة إلى واقع في حياتنا والذين هم للزكاة فاعلون. على بركة الله مشاهدينا الكرام إليكم إلى أسئلتكم. نبدأ من بلجيكا هذه الحلقة. السيدة فاطمة السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك الحاجة فاطمة. يسلمك ربي يخليك خويا. عندي زوج تاع الأسئلة. مرحبا تفضلي. يسلمك ربي يحفظك. عندي شوف الزوج تاعي أنا هنا في بلجيكا. أيوة. والزوج تاعي دروك عنده فاق النصاب تاع الزكاة. أيوة. كي بغى يولي يروح للبلاد روحنا في 24 أوت مد مبلغ هنا مكتوب هنايا وروحنا للبلاد. أيوة. وكي جينا جايين البلاد عنده رونديف وهنا في بلجيكا عندها طبيب صحة. أيوة. عندها ملكي جاي عنده المبلغ مد مكتوب هنا مسبقا وكي جاي ما يساعدش الوقت باش يقعد له هذا الوقت ويمد الزكاة. كي جاي من البلاد كي جاي مد متى باقي مده. ثم قلت وانتم ولا مستين سمعتكم مرة نقعد اليومين وثلاثة نسمع فيكم باللي مسبقا لا. يعني قبل الوقت لا. ايوه قبل الوقت لا. انا اللي قلت انا راه يحوس يفهم اسكو لا هي جايزه ولا لا. طيب خلينا الحاجة فاطمة نفهمه. هو في 24 وقتاش النصاب نتاع الحاج؟ وقتاش النصاب تاع الحاج والله ما على بالي. الشهر نتاعو يعني الشهر نتاعو اللي يدير فيه الزكاة فيه. هذا عنده ضل زمان هو يخرج الزكاة. ايوه في اوت. هو خرج في اوت ما عنده ضل زمان هو موش داير حسابه باللي في الشهر الثاني بغى يمدها مسبقا. واضحة الفكرة شيخ. الله خلاص سيدة فاطمة. والسؤال الثاني عندي يضرب انايا لحقت 14 اكتوبر قال لك باللي خرجت ل 25 اكتوبر خرجت المبلغ ما تبقي. ايوه طيب الله. ايوه. والسؤال الثاني الحاجة. والسؤال الثاني عند دروك انايا كبيرة في عمري كبيرة. ايوه. وهذه راهي ظل زمان هذا السؤال قيت لكم راني في واحد 3 سنين وقلت لي الله يجيب الهدايه. ايوه. ما كي طلبت الزواج عندي في عمري 45 عام كي طلبت الزواج قالت لي لا ما تزوجيش. ايوه. وين وصلت طلقت قالت لي ياخذك ما خرج من الدار وها فيا ها بيك ها خويا اختك. ايوه.
وطلقت فعلا، طلقت راهي قاعده لحد الان، راهي قاعده في بنت واحده، هي وخالتي زوج ثلاثه، هي وخالتي ثلاثه، انا واختي قاعده عند بويي. جاب لي ربي مكتوب، راني الحمد لله هي لاباس عليا ما خصني والو. واختي قاعده في الدار وبني مات الشهر اللي فات، مات في سبتمبر. بصح راهي رازقتني، انا راهي رازقتني، انا قلت لي نتزوج وعلاه كي جاب لك ربي غيرني اصلا ماشي باغيه تلقاني خلاص، علاه على طلبت الزواج. هذه اللي حاولت نفهم عليها ما عرفتيه، اللي حاولت الحكم حكم الشرع شاوينا، وما علي ربي حقي، الا ماهوش حق هذا عند ربي سبحانه قولوا لي. لا ان شاء الله يكون خير يا اختي فاطمه، وربي ان شاء الله يرجعك لحضن امك ان شاء الله. ماني طالبه منها والو، طالبه منها الا تلقاني، راهي وين تلقاني، وين تكون كاينه مليمه في لافامي، وين تكون كاينه مليمه تقول لهم اسكو الا جوت شيرات انا ما ندخلش، ولا يدخلوهم الا تدخل هي، انا ما ندخلوش. ولا يا ودي هذه ام سبحان الله العظيم، ما عند الام ما عنديش وين، هذه حنا نطلبوا سبحانه ولا هو. لا عندكم شي دعوه عند الله تعالى طلبوا له هدايه، درك هدايه هذا اللي طلب منكم. ربي يهدينا جميعا سيده فاطمه، ربي يهدينا ونسمعوا ان شاء الله هذا الانشغال مع شيخنا الساحر. بارك الله فيكم ومن يقرعكم. الله يبارك فيك سيده فاطمه، وربي يجازيكم وربي ان شاء الله ربي يخليكم. شكرا سيده فاطمه، الله يبارك. صحي الله يبارك فيك. الاخت فريده من العاصمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بارك الله فيكم مشايخنا الكرام. الله يبارك. بارك الله في الحصه والقناه. الله ينور. اخي عندي شغل ادخل مباشره. ايوه. ادينا فريضه الحج ودخلنا بتمتع ونوينا عمره مع حج. ادينا في العمره وتحللنا يوم كان يوم الخميس تم التحلل، ثم ادينا فريضه الحج، وعند دخولنا السعوديه سلمونا كتب مناسك الحج ودرسنا الكتب يعني جيدا. انا اطرح الانشغال للاستاذ الكريم حتى عند شرح الزرقاني لموطأ الامام مالك، عندما راجعته يعني بالتفصيل، لان عندما ادينا فريضه الحج وطواف الافاضه لم نقم بالسعي، لاننا ادينا العمره من قبل وسعينا، وسمعنا يعني قرأنا أن السعي يتم إذا قمت مع طواف القدوم، لا شرط يعني لا يوجد شرط لأدائه مرة ثانية مع طواف الإفاضة والوداع. لكن بعد سمعنا بأن لابد من السعي مع طواف الإفاضة. في حجة الوداع درسها بالتفصيل حجة الوداع للرسول صلى الله عليه وسلم أنه عندما رجع طاف طواف الإفاضة بالبيت ولم تذكر سعي. أسأل الشيخ الكريم إذا كان احنا عندنا نقص في الحجة ما يجزي عن هذا السعي إذا كان فعلا موجود مع طواف الإفاضة. ولكم جزيل الشكر. السيدة فريدة، أنت كي درتي طواف الإفاضة ما درتيش؟ طواف الإفاضة 7 أشواط بالبيت بالكعبة، وما درتيش السعي بعد ذلك؟ وعندما درنا طواف القدوم مع السعي. طيب أنت درتي العمرة طبعا دخلتي بالتمتع. درتي الطواف ودرتي السعي. درنا الطواف مع السعي. أيوة. قصرنا ثم تحللنا. تحللتوا التحلل الأصغر. اليوم الثامن. نعم يوم التروية. نية الإحرام وتنقلنا إلى منى. نعم المهم طواف الإفاضة درتي غير طواف الإفاضة عندما رمينا الجمرة الكبرى رجعنا إلى الكعبة، وبعد يومين درنا تعجل، يومين بعد يومين تشريق رجعنا الكعبة وطفنا طواف الإفاضة. طواف الإفاضة فقط، لأن اللي مكتوب أنه السعي يتم مرة واحدة اللي قام به أمام مع طواف القدوم، ماشي شرط يزيد يعودوا مع طواف الإفاضة. هذا اللي مكتوب في الكتب، لأن تلمنا الكتب مناسك الحج. وعندما رجعت أنا شرح الزرقاني لموطأ الإمام مالك درست فيه أن لا يوجد إلا سعي واحد حتى في حجة الوداع. أن السيدة عائشة رضي الله عنها لم تؤدي العمرة بعد ما أدت الحج. الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن تدخل في الحجة مباشرة. تذكر أن بعد الحجة وطواف الإفاضة أخذ عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين واعتمرت وقامت بأداء العمرة، ولم يذكر أنها سعت مرتين. طيب سيدة، وأنا يعني للسؤال ما هو إنما شيخنا الكريم إذا كان هذا السعي واجب، هو ليس من واجبات الحج،
اذا كان يدينا اي شيء يشرحنا النقطه هذه، ولو جزيل الشكر. سيدة فريدة لو سمحتي نقطتين. نعم. الأولى خلينا رقم الهاتف إن شاء الله شيخنا السعيد يتواصل معك يجيبك اليوم، لأن بعض الأئمة أعطاه وفتاوا فيه مباشرة بلا ما درسوا القضية يعني. واضح. راه يحيرس بزاف لأن الناس كبار الله يخليك، وناس تعبانين وناس مرضى. صح. حتى الطواف يعني باش نزيد، سامحني أخي ناخذ من وقتك. تفضلي. حتى هذه السنة الطواف والسعي 500 ريال الكروسة يعني باش نقل واحد مريض. صح. 500 ريال سعودي للواحد. يعني شوف الجهد تاع الحاج واش راهو يتعب، وحنا تحيرنا في الامر هذا، مع ان موجوده كتب مذكوره بالتفصيل ان السعي مع طواف القدوم لا يلزم السعي مره ثانيه. ممكن احنا رانا على خطا اذا احنا ما تعبدناش. اذا كان يجزي الشيخ الكريم رقم الهاتف 06. لا سيدتي سيدة فريدة الله يخليك، زملائنا في الرقابة هم اللي ياخذوا رقمك. تسمحني نزيدك نقطة أخرى؟ تفضلي سيدي. ممكن ما تخلينيش نادر، وإنما وجه نداء لوزارة الشؤون الدينية، نداء لوجه الله. رانا احنا الجزائريين مبهدلين مش السعوديين، يعني الوكالات تاعنا اللي راهي تنقل فينا راهي مبهدله الحجاج الجزائريين، مبهدلتهم. صدقني اخي، تنقل لهم لفنادق في راس الجبل، جميع الكرارس اللي جاهم تكسروا وهم على بالهم بهم. والوكالات حتى الطواف السعوديه رانا شكينا له وقلنا له الوكاله الفلانيه، يعني ما نذكرش الاسماء، راهم داروا فينا. يعني نقول لك يا اخي الجزائريين رانا رغم اننا شعب يعني الحمد لله مثقف لحقنا مستوى عالي، بس حصلنا ثم اخواننا بداتنا الجزائريين اهانونا وضيعونا حقوقنا. ولكم جزيل الشكر، سامحوني على الاطاله. لا ابدا سيدة فريدة، لك كل الحق ان تتفضلي. الله يخليك. طيب خلي رقمك الهاتفي ان شاء الله بعد الحصه يتصل بك شيخنا، لانه في كثير من التفاصيل يتواصل معك. وبارك الله فيك سيدة فريدة، واحنا نتشرفوا ايضا بناس هكذا قارئة وسيدات كريمات نتعلموا من خلال اسئلتهم الدقيقة. سيدة فريدة من العاصمة، الله يبارك فيك. طيب دوما في العاصمة السيدة أم مهدي. سيدة أم مهدي طولنا عليها شوية ربما. سيدة أم مهدي السلام عليكم. سيدة أم مهدي من العاصمة. سيدة أم مهدي السلام عليكم. المفترض راهي معنا ولكن لا تسمعنا. أنا نسمع فيكم، أنا نسمع. أي مرحبا سيدة. السلام عليكم. سلام. عندي زوج أسئلة. أيوة. عندي على الزكاة. اسمها آخر ديسمبر إن شاء الله يكون اسمها الوقت تاع خروج الزكاة. هل يسمى نخرج المبلغ من واسمه نخليه حتى كي باسكو ماشي هنا يسمى ماشي في الجزائر، باش نخرجوه في الجزائر وهو المبلغ في فرنسا. ايوه. اسكو يسمى نخرجوا في ديسمبر ان شاء الله، ونستنى شوي كي نعاود نولي الجزائر باش نخرج الزكاة. هذه واحدة. وثانيا عندي طبيب كان كنت نشوفه كامل مي اشاك فوا يسمى لا سيكوريتي سوسيال يحط لهم باللي انا كان يجي للمنزل دونك ياخذ عليهم بلوس، يسمى باش ياخذ عليهم اكثر. الوغ باش نعرف ما عرفتش انا صافي عامين وهو يدير هذا ولا اكثر ولا 3 سنين ولا باش انا رديت بالي اسكو انا ما حبيتش نقول للسلطات يسمى لا سيكوريتي سوسيال باللي هذاك الطبيب راهو يواسيهم. ما حبيت نعرف الموقف تاعكم يسمى واش نقول، اسكو نقول لهم ولا ما نقولهمش، خاطر هذا راهو يسرق يسمى في الحكومه. ايوه واضح شيخنا. فوالا هذا ما كان. يعطيكم الصحه على هذا الحصه. الله يبارك فيك سيدة أم مهدي. سلامة. الله يسلمك. شكرا سيدتي الكريمة. صحة بسلامة. الله يبارك فيك. أخيرا محمد من هذا ما كانش. طيب خلونا نجاوب على كل الأسئلة ثم نستقبل مكالمة رجاء حتى نتدرج في الإجابات على بركة الله. هلا سألوا عبر الخامسة قناة القرآن الكريم الجزائر. قبل أن نبدأ بالاتصالات هناك أسئلة وردت لشيخنا السعيد قبل الحصة من خلال
الهاتف المتاح، فيه رقم متاح للمشاهدين يطرحوا من خلاله أسئلة. سي عبد الناصر من تيزي وزو يقول: كيف نزكي الشركة، خاصة أن هذه الشركة مالكاها اثنين ويختلف رأس ماليهما، يعني يختلف رأس المال ونسبة الربح بالنسبة له. يسأل كيف نزكي. طيب يا أخي عبد الناصر، ركز معي. مثلا أنت أيها السائل راك شريك مع شخص، وهذه الشركة نعطيه مثال تقريبي. إذا كان هذه الشركة مقدرة مثلا ب 900 مليون مثلا، يعني مبلغ معقول، أنت مثلا عندك 600 مليون وهو عنده 300 مليون. نعم. إذا نلاحظ أن هذه الشركة أحدهما اللي هو عبد الناصر يشارك فيها برأس مال مقدر ب 600 مليون سنتيم، وشريكه مساهم بمقدار مبلغ يعني قيمته 300 مليون سنتيم. بعد ما يدور العام حولان الحول، كلاكما عنده حق لازم يزكي، يجب عليه الزكاة. تزكي مثلا إذا كان ربحت مثلا في العام ربحت 300 مليون مثلا، إذا قسمتها ثلثين لك والثلث له، ما دام انت عندك 600 مليون، انت عندك رأس مال ضعف الشريك نتاعك. كيفاش نقسموا هذا 300 مليون؟ انت عندك 200 مليون ربح والشريك نتاعك عنده 100 مليون ربح. اذا في الاخير نقول لك الشريك نتاعك عنده 300 زائد مليون سنتيم، مليون دينار، مع انت عنده 400 مليون، وانت عندك 600 مليون، كي نزيدوا له 200 مليون تاع الربح معنا عندك 800 مليون. اقول لكما الشرع اوجب عليكم الزكاة، كل واحد منكم بذمة مالية مستقلة، ما نزكيوش المجموع جميعا. اذا تفهمتوا هكذاك ما كاش حرج، تفهموا ديروا الانفونتير ديروا الحساب وكذا تخرجوا الفقراء عادي. ولكن ممكن منكم اللي باغي يزكي وباغي واحد الاخر مش باغي يزكي. خاطر جاني السؤال منذ مده في الموضوع، قال لك واحد من الشركاء مش باغي يزكي، هو حر، سبحان الله، هو حر. لماذا؟ كي نقول معنى حر يتحمل المسؤوليه، صحيح، بمعنى الذمه الماليه ماهيش مشتركه، مستقله. ما تقولش ما دام هذا الشريك نتاعي ما يزكيش انا لو كان نكمل معاه حرام، لا، هو يدبر راسه، يخلصها في الدنيا ويخلصها في الآخرة مع ربي سبحانه تخاطيك. إذا نقول يا أخي عبد الناصر، أنت المجموع إذن بين رأس المال والربح عندك 800 مليون، تخرج ربع العشر، 800 مليون سنتيم مضروبة في 2.5% على 100، الناتج زكيه، أعطيه للأصناف الثمانية اللي واردين في سورة التوبة الآية 60، أو لصنف واحد فالأمر جائز ليس في ذلك حرج. أعطيهم للفقراء تعرفهم ولا مدهم من صندوق الزكاة اللي درته دولتنا والسلام. والطرف الثاني الشريك عنده 300 مليون رأس مال زائد 100 مليون اللي هو الربح نتاعو، المجموع 400 مليون. نقول له يجب عليك إخراج الزكاة أيضا بنفس الطريقة مضروبة في 2.5% والسلام. وكل واحد منكم عنده مسؤولية أمام الله عز وجل، وجب عليه هو أن يزكي ماله هو، لأن الذمة المالية مستقلة. بارك الله فيك شيخنا السعيد. طيب عبد الناصر شغله القول لا إنكار في مسائل الخلاف، قال لك هذا الأمر ما فهمتوش. بكل بساطة ربحا للزمن وجيب باختصار أخي أحمد، نقول هذه قاعدة ذهبية وضعها العلماء باش نرتاحوا كاع. اللي يطبق هذه القاعدة يرتاح، واللي ما يعرفهاش ولا مش باغي يطبقها لن يرتاح. ببساطة الشريعة فيها يعني صنفان من الأحكام. الصنف الأول اسمه الأحكام القطعية، هذه ما فيهاش خلاف، وردت بنصوص قطعية ثبوتا ودلالة. نعطيه مثال، الربا حرام ولا حلال؟ حرام، باين بنص قطعي. صلاة الظهر شحال عندها 4 ركعات؟ باين. ما يجيش واحد يقول لك لا فيها خلاف بين العلماء، كان يقول لك 4، كان يقول لك 3، كان لا هذه مسائل قطعية. الخمر أم الخبائث حرام بنصوص قطعية ثابتة. طاعة الوالدين واجبة إلى آخره.
كل هذه الأمور سواء كانت واجبات أو مندوبات أو محرمات أو مكروهات، يعني هذه المسائل اللي جاءت فيها نصوص قطعية هذه ليس فيها خلاف. طيب، لذلك يقول لك العلماء الاجتهاد في مورد النص صحيح ما كانش. نروح للدائرة الثانية، الصنف الثاني من الأحكام الشرعية فيها خلاف. نعطي لك مثال، يجي واحد يقول لك يرفع الدعاء يديه في الدعاء ولا ما يرفعش، هذا جائز وهذا جائز. نشوفوا خويا أحمد كي يدعو يرفع يديه اللهم الله، والآخر ممكن يدعي ويدينه هكذا. لا يجوز لذلك الشخص أن ينكر على أخي أحمد، يقول لماذا رفعت يديك؟ صحيح. لا هذا جائز وهذا جائز. طيب سيدي، مثلا زكاة الفطر اللي قدمها نقدا جائز، واللي قدمها من قوت أهل البلد جائز. إذن لا إنكار في مسائل الخلاف. لو كان يجي واحد يقول لك يأخذ برأي واحد، يقول لك هكذا وإلا خلات، تولي مشكلة وفتنة بين الناس. واحد يصلي بالقبض والآخر يصلي بالسدل. لا إنكار في مسائل الخلاف. مسألة خلافية ما نديروش فيها جيرة، ما نديروش فيها حرب، وما نقطعوش فيها روابط الأخوة، ندمروا أخوتنا بسبب مسائل فقهية خلافية منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، منذ عهد الصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام نهار راحوا زوج، يعني نحكي قصة باختصار، راحوا زوج في سفر، وبعد وصل وقت الصلاة وما عندهمش الماء باش يتوضاوا. واحد منهم طبعا في زوج تيمموا، فتيمموا صعيدا طيبا، داروا التيمم وصلاوا. قبل خروج الوقت لقاو الماء الكافي باش يتوضاوا. واحد منهم عود، يعني توضا وعود صلاة هذيك اللي صلاها، والآخر ما عودهاش، ما عود الوضوء ما عود الصلاة. اختلفوا، يعني لو كان ما عندهمش هذا الفقه ثم يديروا حرب، يقول له غير تفريها درك، تاخذ رأي بالسيف ولا. وهذه العقلية اللي عندها ما عندوش أفق. رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذاك اللي ما عودش الوضوء وما عودش الصلاة واش قال له؟ قالوا أصبت السنة، جبتها سواسوا، فرح. والثاني ممكن نرى نستنى ويقولوا انت ما عندكش خليتها، انت خليتها. لا، قالوا أنت يا اللي عود الوضوء وعود الصلاة، قالوا أنت لك الأجر مرتين. سبحان الله. ماشي مرتاحين في زوج؟ والله حالة. لولا ضيق الوقت لفصلت في الموضوع، ولكن الحديث بقي إن شاء الله في سؤال من الأسئلة مستقبلا إن شاء الله. إذن فلا إنكار في مسائل الخلاف. شكرا شيخنا، وهذا دين اليسر. طيب أختنا سعدية من العاصمة أيضا من السؤال الوارد إلينا، زوجها لم يكن يعلم بأنه بلغ النصاب منذ عامين ولم يزكي لا العام الماضي ولا هذا العام. تسأل هو نصابه في رمضان وفي عاشوراء لم يبلغ النصاب، ماذا يفعل؟ طيب سيدي، زوجك ذمته مشغولة بعامين من الزكاة. أيوة. يأخذ في الحسبان النصاب نتاعو. يعني العام اللي فات 48 مليون و450، العام اللي قبله 47 مليون و500، وهذا العام 50 مليون و150 ألف. يعني هو مادام داروا عليه زوج عامين، يعني مادام في رمضان ما يزكيش الآن، والمفروض يزكي في رمضان، خاطر كل واحد عنده شهره وقتاش يزكي. واللي ما عندوش تلفت له ولا ما على بالوش، معليش يتخذ هذا الشهر شهر محرم له، يعني كل عام يزكي أموال والسلام. إذن هو يزكي مرتين. ولكن إذا كان عنده لا كونتابيليتي نتاعو صحيحة، يشوف واش عنده العام اللي فات. مثلا إذا كان العام اللي فات عنده 200 مليون، إذا النصاب بلغ ودار عليه العام، يزكي ربع العشر، يزكي 5 ملايين سنتيم، يعني 50 ألف دينار جزائري. 200 مليون مضروبة في 2.5 على 100 نلقاو 50 ألف دينار جزائري، يخرجها. هذا العام اللي فات صافي. إذن يبقاو له 195 مليون هكذا. وهذا السنة خلال العام الله يبارك زادوا عليها أموال إن شاء الله. ممكن هذا السنة مثلا إلى عنده 400 مليون، وصل 400 مليون، وصل رمضان درك الآن يزكي. طبعا عنده ذنب نتاع التأخير، المفروض يزكيها في رمضان ماشي الآن في محرم. يقول ربي اغفر لي ومنه غادي ما نزيدش نرجع لهذه الغلطة وخلاص. إذا كان عنده 400 مليون في هذا رمضان اللي فات بعدما حال عليه الحول، يخرج 10 ملايين، خاطر 400 مليون مضروبة في 2.5 على 100 يخرج 10 ملايين.
يخرجهم وربي يتقبل ويتوب ولا يعود إلى مثل هذا التأخير. أختنا فاطمة من بلجيكا شيخنا زوجها حالته غير بعيدة على حالة الأخت سعدية. نعم. تفضل شيخ. الأخت فاطمة بارك الله فيك على سؤالك، وزوجك ثاني بارك الله فيه أنه شارك معك في الأنعام. هو تقول هو بلغ النصاب، زكاة. أنا أنت سألت سؤال يبدأ أنه مش عارفين بالضبط، لأنه لازم نديروا في بالنا إذا كان زوجك الشهر نتاعو هو أوت، ناخذ في الحسبان وماذا بك نتخذ الأشهر الهجرية ماشي الأشهر الميلادية، لسبب ذكرناه أكثر من مرة في هذا اللقاء. إذن هذا هو نديروا في الحسبان، شوف الشهر اللي يكون في هذاك الشهر يعني نتاع أوت، ديروا هذاك هو الشهر نتاعك الهجري من كل عام تزكي. في 24 أوت قال لك هو أراد أن يقدم مسبقا، نجاوب يعني السؤال واضح. الجواب الأصل أن كل إنسان يقدم مبلغ زكاته في الشهر نتاعو. إذا كان الشهر نتاعو في أوت يقدم في أوت. أنا شيخنا هذا العام كان شوال تقريبا في أوت. نعم. أنا يتخذ من شوال هو الشهر نتاعو. كل ما يجي شوال يخرج الزكاة نتاعو. أيوة ماشي أوت. نعم. لأن الزكاة عندها وقتها، خاطر يقول لك بلوغ النصاب الشرط الأول، الشرط الثاني حولان الحول الهجري. يعني مثلا واحد إذا كان عنده مليار بعد 6 شهور صرفهم كاع ما بقى حتى شيء، ما يزكيش. هاو كي يدور العام ما كان والو، ما عندوش النصاب. ما نشوفوش أنه يبلغ النصاب فقط، لازم له الشرط الثاني اللي هو حولان الحول، يعني لازم يدور العام على ذلك النصاب إلى قد يزي سكواس في النصاب اللي يكسب يري فاس النيس. طيب الآن وقتاش يخرجوا شرعا؟ لازم يخرجوا في الوقت هذاك، وصل العام الشهر هذاك يخرج. ولكن هل يجوز تسبيق؟ هذا هو سؤالها. يقدم مبلغ الزكاة قبل ذلك الشهر؟ طبعا هناك من العلماء، هذه أيضا مسألة خلافية مادام ذكرنا على الخلاف. هناك من العلماء يقول لك لا، يخرجها في وقتها مادام وصل الشهر ذاك، يعني ذمته ليست مشغولة بالزكاة. صحيح. يعني لو كان يموت قبل هذاك الوقت والدراهم هذاك تصرفوا وكذا مش عارف داوهم الورثة وما بلغوش هما النصاب، ما كان حتى واحد يحاسبه، ما يحاسبوش ربي سبحانه لأنه ما درش عليه العام. صحيح. ولكن السؤال هل يجوز باش تقدموا بقليل؟ هما العلماء قال لك بقليل، كان يقدرها بشهر. يقول لك إذا كان شهر قبل وصول ذلك الشهر اللي موالف يزكي فيه الحرج مرفوع، خاصة إذا كان لمسوغ شرعي لمبرر اجتماعي. كاين فقير محتاج إلى عملية جراحية شيء من هذا القبيل، واحد فقير بغى يتزوج عازب وكذا، تعاونوا إلى آخره، لا حرج في ذلك أن تقدم مبلغ الزكاة قبل موعد الزكاة بمدة قليلة. هناك من قدرها بشهر أو بأكثر من ذلك بقليل. بارك الله فيك شيخنا. هذا سؤالها الأول حول الزكاة. أختنا فاطمة بحرقة تتحدث عن تاريخ هي الآن تتذكره، ربما كان زواجها وطلبها حقها بالزواج بالرجل الذي هي الآن معه كان لقي رفضا من أمها والتي تطلقت بهذا السبب. هو يؤلمها شيخنا السعيد أنها إذا دخلت بيتا خرجت منه أمها، وإذا دخلت أمها بيتا ما كان لها أن تدخلها. واقع 45 سنة شيخنا، والله مؤلم جدا. ما الرسالة التي تقولها لأختنا فاطمة حتى تتجاوز هذا الشيء، وحتى ربما ربي يجعل صلح بينها وبين أمها وينتهي هذا الفيلم الدرامي المؤلم؟ نعم. أختنا فاطمة يعني كما عبر عليه الأخ أحمد عن حرقتها، وقلبك مجروح وعندك يعني قروح كثيرة، ولكن اطمئني تماما، لأنه من حقك، خطرة هي قالت هل من حقي أن أتزوج؟ من حقك أن تتزوجي. لأنه بعض الأولياء يغفلوا على قوله تعالى اللي يقول رب سبحانه، يقول يوصيكم الله في أولادكم. صحيح رب سبحانه أمرنا في آيات كثيرة، والمصطفى صلى الله عليه وسلم أمرنا في أحاديث كثيرة بطاعة الوالدين وبر بالوالدين، صحيح، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا هو وبالوالدين إحسانا الآية. ولكن ده ربي قال يوصيكم الله في أولادكم، ربي توصيكم في الدريان ون. هذا المرأة باغية تتزوج ما دام تزوجت برجل ترضاه، والحمد لله الآن بعد هذه المدة العمر الطويل
راهي ربي يهنيها مع زوجها راهي مرتاحة ما شاء الله. المفروض الأم هنا تحمد ربي، وإن كان طلقت بسبب هذا خطأ آخر ارتكبه من ارتكبه. لنضرب الآن هذا تاريخ كما قلت يا أخي أحمد، ولو سئلنا في ذلك الوقت لو كنا يومها يعني في مثل هذا المقام لقلنا يا فلان يعني ما ذنبها؟ فرضا هذه المخلوقة يعني السائلة الأخت فاطمة تزوجت بغير رضا أمها أو بتيسير وبدعم من أمها، وباباها يعني علاش يحاسب يماها يعني زوجته اللي هي يمات فاطمة يحاسبها ويعاقبها بالطلاق؟ لماذا طلقت من أجل هذا؟ هو يبدو شيخنا أنه الزوج أو الأب كان مساند، أيوة. ولهذا السبب اللي خلى الفصال، وهم بقاوا تربوا عند باباهم وكبروا، وهي اللي رفضت، والوالدة نتيجة لرفضها تطلقت وذهبت. يعني هذه كارثة أخرى. يعني نقول الوالدة، فإذا كان الأمر كما قال خويا أحمد يعني حاول نعطي الاحتمالين، أحيانا الأزواج هما اللي يتعسفوا، أحيانا الزوجة. وفي كل الأحوال خطأ إذا كان تقدم رجل كفء ترضى هذه البنت، المفروض الولي يساعد وييسر الزواج، ما يلزمش تولي عقبة ولا شونتاج كما هذه. قال إذا كان أنت تزوجتي أنا نروح للدار. يعني علاه؟ أولا ربي سبحانه يقول لا تزر وازرة وزر أخرى، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، وربي سبحانه يقول ادفع بالتي هي أحسن. يعني نجيبوا أحاديث وآيات كثيرة تعطينا فكرة باش ما ندمروش الدار من أجل أمر مشروع. لأن فاطمة تزوجت لم ترتكب إثما، تزوجت وهذا حقها الشرعي. لذلك لماذا الأم تحدير هذا الموقف؟ إذن هو في الحقيقة خلاف، ما هوش مسألة فقهية الآن، هذا نزاع يحتاج إلى صلح. أنا رسالتي يا أختي فاطمة أنه لازم يكون الناس إن شاء الله المؤمنين اللي يدخلوا بينك وبين يماك باش تنتهي هذه الحرب وينتهي هذا الخصام ويكون الصلح بيناتكم، ويشرحوا لها بأنها ستلقى الله حتما. صحيح. أنه لازم تصفي بينها وبين بنتها، وانت تصفي بينك وبين يماك، وإذا كان لازم طلبي منها سماح سلمي على رأسها وطلبي منها سماح معليش، وهي تسمح لك وانت تسمحي لها إن شاء الله وتكملوا حياتكم عادي. وهي مادام مطلقة اختارت هذا الطريق تتحمل مسؤوليتها، ولكن لا بد أن تحل هذه المشكلة قبل فوات الأوان. يا الأخت فاطمة سنلقى الله حتما، يجي نهار نموتوا كاع ونتقابلوا يوم القيامة، وربي قال في القرآن ولازم يماك إن شاء الله تذكر بهذه الآية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إذا كان الناس جربوا مرارة الظلم في الدنيا فلا ظلم في الآخرة عند رب العزة جل جلاله. هذه الأم تحتاج إلى من ينصحها. الأخت فاطمة قلبها مجروح، راهي متألمة، باغية تقول الأم هي أم فعلا. ما كاينش واحد فوق الوجود في هذه الدنيا أفضل من الأم. لذلك والله هذا الخلاف مع الوالدين بالذات ومع الأم بالذات هذا أمر مرفوض بجميع المقاييس الشرعية والأخلاقية. إن شاء الله ربي يصلح بيناتكم، ونسأل الله لكم ولنا جميعا الهداية، وربي يحفظك الأخت فاطمة. اطمئني، وإذا درت كل المساعي ولكن باءت بالفشل فأنت بريئة أمام الله عز وجل. بارك الله فيك شيخنا السعيد وأحسن الله إليك. طيب أختنا فريدة، أنت استمعت أيضا إلى فقهها الله يبارك فيما وبحثها، وشرفنا يعني أن تكون سيدة جزائرية هكذا تبحث وتقرأ وتسأل وتقارن وتتعلم. شقين في سؤال السيدة فريدة. الشق الأول يتعلق بالموقف الفقهي كما قالت، ما موقفكم من ما سمعت، والثاني يتعلق برسالة للوكالات. نحن ربما لا نعلم ما حدث بالضبط، ولكن من حق مواطن جزائري شعر في البقاع المقدسة أنه لم يتكفل به كما، والدولة الجزائرية خصصت وركزت على هذا الموضوع بالضبط إلا حجاجنا، يعني خط أحمر، لكن حدث الذي حدث. تفضل شيخنا. بك الفضل. والأخت فريدة والله بودي أن نفصل معك جدا، لأنها شيء جميل جدا ومشرف أن نجد يعني السيدات يقرأوا ويطالعوا شرح الزرقاني، وربما كان اللي يقرأ التمهيد ابن عبد البر، ويقرأ الاستذكار، ويقرأ الموطأ، ويقرأ بلوغ المرام ابن حجر. شيء مفرح جدا. ولكن أعدك يا الأخت فريدة أن أناقش معك هذا الموضوع بعد الحصة مباشرة بالتفصيل، ثم أعد السادة المشاهدين إذا كتب ربي الحد الجاي إن شاء الله أيضا نفصل في بعضهم، ولكن باختصار.
هي دخلت بنسك التمتع. نسك التمتع المفروض كيف يكون؟ طبعا حينما نصل إلى الميقات الحاجة والحاجة يوصل للميقات يدير النية نتاعو لبيك اللهم حجا عمرة متمتعا بها إلى الحج. هذه النية، وطبعا النية محلها القلب. طيب يا سيدي، بلا ما ندخلوا في مكان الميقات المكاني وكذا واللي يحرم في السماء، وهذه كلها ذكرناها في أيام قبل الحج في المناسبة اللي فاتت. ولكن بعد ما وصلت إلى بيت الله الحرام ودرتي الطواف، درتي الطواف 7 أشواط وركعتين خلف مقام إبراهيم واتخذ مقام إبراهيم مصلى، ودرتي السعي بين الصفا والمروة، ودرتي التحلل الأصغر. خلاص الآن الحاج والحاجة راهم يطوفوا يعبدوا ربي ويصليوا في انتظار يوم 8 من ذي الحجة اللي هو يوم التروية. ثم اللي يدخل بالتمتع، هنا اللي حبيت قلت وعدت نفصل في اللقاء القادم، خاطر كاينين بالمناسبة أخي أحمد كان بعض الحجاج اللي بعد ما رجعوا اللي جاتهم الأسئلة. على جات الأسئلة هذه؟ أولا من خلال تجربة، إنه الإنسان مهما قرأ أحكام الحج ما يقدرش يستوعبها جيدا إلا إذا كان وصل. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية يقرأ كتب أخرين. هي قالت أني قريت مناسك الحج. فهمت يا أخي أحمد هذا مع انتهى ممكن اللي يقرأ الكتاب اللي قدمت وزارة الشؤون الدينية وكذلك نتاعنا واللي في وزارات أخرى كما وزارة الحج السعودية. لذلك حبيت نفصل معها بعد الحصة مباشرة، نتصل بها ووعدت المشاهدين وعدتها في الحد القادم نفصل أكثر ربحا للزمن. المفروض الآن كيف يتم الأمر؟ أنه يوم التروية يكون الإحرام بالحج، لبيك اللهم حجا لأن ندخل بالتمتع. صح. طيب سيدي وعليه هدي وكذا إلى آخره، وينحر يوم 10 من ذي الحجة اللي هو يوم العيد يوم الحج الأكبر. طيب سيدي وبعدين نذهب إلى منى وهذه السنة، واللي راح لعرفة عادي، والفريضة يوم 9 الوقوف بعرفة إلى آخره، ثم بعد المغرب وهكذا مباشرة إلى المزدلفة، والمبيت بمزدلفة لمن استطاع إلى آخره، أو النزول على الأقل بمزدلفة كما قال السادة المالكية، ثم إلى منى ويوم الحج الأكبر اللي هو يوم 10. اللي يقدر في هذاك النهار يدير النحر ويدير طبعا الرمي، يرمي الجمرة العقبة الكبرى والحلق والنحر، وكذلك طبعا او يشري هذاك التيكي. يعني كاين يسقسي حتى على التيكي هذاك، يقول لك هل ترى يجوز ولا لا؟ يقول لك حنا ما نحرنا ما والو، عطاونا التيكي وكان اللي قالنا التيكي هذاك ما لا يجزي، ما شفتش الخروف هذاك ما كريتش منه وكذا. لذلك لازم تفاصيل الحد القادم ان شاء الله تعالى. طيب وبعدين يروح الطواف. هذا الطواف هذا اسمه ايه؟ طواف الحج، طواف الركن، طواف الإفاضة، طواف الركن. المفروض كيف يتم؟ يكون بالطواف صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم، ثم السعي بين الصفا والمروة. هذا اللي خلته الأخت. وأترك هنا عسر التشويق للسادة المشاهدين نفصل فيه في الحد القادم ونجيب ماذا قال الفقهاء في هذه المسألة بالتفصيل إن شاء الله تعالى. أكتفي بهذا ولقائي معها بعد الحصة مباشرة. بارك الله فيك. يعني السيدة فريدة من حظها أنها سيجاب عن سؤالها، والمشاهدين يستنوا أسبوع الشيخ. نعم المشاهدين راح هي صاحبة مشكلة. الله ولكن الأصل كما قلت هكذا، ولكن بعد تفاصيل الخلافات الفقهية سنذكرها بعدين. أما النداء اللي ذكرتني بها الأخ أحمد باش ما نساش، في الحقيقة نقول اتقوا الله عز وجل. الحاج هذا ضيف الرحمن وأمانة. الوكالات نسأل الله عز وجل أن يوفقهم جميعا لخدمة الحجاج. خدمتهم أولا أمر شرعي التزموا بذلك، ورب سبحانه يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هذا كلام ربي في سورة المائدة، قال لك العقود اللي درتها مع الحجاج التزم بها ومع كل الناس. هذا رقم 1. رقم 2 ربي يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كان اللي يقول مثلا كذا عندكم الفندق بعيد كذا وكذا، وبعدين يلقى عنده كيلومتر ولا أكثر. عليها سيدي قل المعلومات الصحيحة كما هي. رقم 3 أنه هذا واجب أيضا أخلاقي وتربوي. الحاج أنك تخدم الحاج بعد ما قلنا هو واجب شرعي، واجب أخلاقي، واجب وطني. واجب وطني يعني عجب لنا كما قلت بارك الله فيك. الحجاج خط أحمر، المفروض ما يأذيهم حتى واحد. رايحين البيت الحرام وكان اللي يجمع مسكين فراك يجمع دورو باش يوصل التكاليف نتاع الحج ويدير روحه في القرعة، وكان اللي ربما 5 ولا 7 سنوات ومسكين راه يعود كي صحت له يروح لثما ويتغبن ويتنجرح
وربما يتيه ويضيع، لا أحد يخدمه إلى آخره. سبحان الله، تصور يا أخي أنه ذاك الحاج يدعي عليك في عرفات، إن شاء الله ما يدعيوش، ولكن تصور هذاك دعاء المظلوم. لازم ديروا في بالنا بلي خدمة الحجاج واجب وشرف، وبعد ذلك أنه واجب حضاري. علاش ما نبينوش حجاجنا ووكالاتنا وكذا نكونوا متحضرين، ما نكونوش كما بعض الأجناس لا مذكور معروفين يعني تنظيما واحتراما وتقديرا، وما كان فيه لا لغو ولا فسوق ولا جدال يعني ما شاء الله في قمة التحضر، يحج ويرجع لبلاده كما ولدت أمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما يجيش هذاك الحج وهو مغبون وهو مقلق وهو يدعو على الناس إلى آخره. هذا أيضا سلوك حضاري، سلوك حضاري. علاش ما نتعاونوش بيناتنا من أجل تحقيق هذا السلوك الحضاري باش نكونوا نموذجا لغيرنا فيقتدي بنا غيرنا. ماشي كل ما يتكلموا على الناس اللي ماشي مسقمين اللي ضايعين اللي فوضويين يقولوا الشعب الجزائري. لازم يكون عندنا النيف، لازم يكون عندنا الحرمة، يكون عندنا هذا الشعور بأمر الشريعة وكذلك بالواجب الوطني وهذا الواجب الحضاري باش نخدم حجاجنا أحسن خدمة. سيدة أم مهدي من العاصمة تسأل عن الزكاة. آخر ديسمبر وقت الزكاة والحول يعني موجود، ولكن المال غير ليس هنا، وتقول هل يمكن يبدو أنه تأخير إخراج الزكاة إلى ديسمبر؟ وأنا أريد تذكير أيضا في مسألة ديسمبر والأشهر الميلادية والهجرية لأنه كثير يغفل على هذه المسألة. نعم. تفضل. أولا نؤكد على يعني لزوم اعتماد الأشهر الهجرية، ولكن ما يعنيش هذا أنه إذا كان واحد تأخذ الأشهر الميلادية حرام، لا، فقط نأخذ الحسبان الفرق بين الأشهر الهجرية والأشهر الميلادية. هذا أمر. الأمر الثاني، مادام هي ذمتها المالية المستقلة نتاعها راهي في الجزائر ودراهمها في فرنسا، ماشي شرط حتى تروح لفرنسا وتخرجهم وتخرج الزكاة، لا. إذا عندها مال هنا، إذا عندها مال هنا في الجزائر، مثلا إذا كان لازم تخرج 1000 أورو في فرنسا مثلا، هذا هو مقدار زكاتها، يعني تخرج مقدار 1000 أورو، عندها مبلغ كبير وتخرج 1000 أورو. نقول لها إذا عندك ما يعادل هذا المبلغ بالدينار هنا في الجزائر خرجيه هنا في الجزائر والسلام، ذمتك بريئة مع ربي سبحانه عز وجل. والدراهم اللي في فرنسا راهم تزكاو ولاو نظاف ولاو طاهرين. بارك الله. تخفلت هذه القضية. إذا كنت تقول أخي حمد أنا ما عنديش هذا المبلغ، خلاص ما دام أنت عندك عذر راكي هنا في الجزائر والميعاد نتاعك باش تروح للسفرة مثلا بعد شهر ولا شهرين ولا، لا حرج، كي توصلي لثم روحي خرجي هذاك المبلغ نتاعك اللي لازم تخرجي زكاتك واعطيها الفقراء والمساكين. بارك الله. وكاين حل آخر، أنه ممكن هنا تسلف هنا إذا كان بغيت تخرجون في الجزائر. الحل الثالث تقول مثلا يا فلان يا فلان يا فلان نعطي لكم هذا الأورو، نعطي لكم سلفوا لي هذا المبلغ، نعطيه هنا للجزائريين الفقراء هنا في البلاد، وانا كي نوصل لفرنسا نبعث لكم بالأورو. طبعا هذه المسألة يقدر يقول وراه يدا بيد، هنا الإشكال. ولكن إذا كان الشاك يجزئ في هذا الأمر، هذه مسألة مهمة ربما الوقت ما يسمح ليش باش نفصل فيها. تقديم الشاك لأنه يحمل قيمة معينة معتبرة، معليش اكتفي بالحلين الأول والثاني، أما الثالث ربما يحتاج إلى بعض التفاصيل. الحل الأول والثاني هذون كافيان إن شاء الله. بارك الله فيك. طبعا السيدة أم مهدي مواطنة صالحة تتحدث عن مسألة الضمان الاجتماعي. تفضل شيخ. والله يا أخت أم مهدي بارك الله فيك على هذا الضمير الحي اليقظ. عجبتني كي قال لأنه يسرق في الحكومة. حنا من الأمور اللي بعض الناس كي يسرق في بايلك يقول لك هذا مال بايلك كأنه مال مباح. الحمد لله. وربي سبحانه يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. سواء المال نتاع الخاص ولا نتاع البايلك ولا نتاع الدولة يجوز أكله إلا بحق. أما هذا الطبيب اللي راه يأتي إلى المنزل ليأخذ أكثر، هناك احتمال الأخت أم مهدي
لأن القانون الفرنسي يسمح بذلك، قانون الضمان الاجتماعي في فرنسا يسمح بذلك، ومعظم القوانين تسمح بذلك. إذا كان هو الطبيب هو اللي تنقل حتى البيت، ماشي بنفس السعر إذا كان أنت تروحي له العيادة نتاعو ولا المصلحة الطبية المختصة. الفرق واضح. حتى هنا إذا كان في الجزائر يجيك طبيب أنت تروحي له العيادة نتاعو، يقول لك مثلا ناخذ 60,000 على الكشف. إذا كان هو اللي يجي حتى لدارك يأخذ أكثر، وطبعا هو يقدر جهوده، هذا أمر معقول. ذلك الآن إذا كان أنت صحتك لا تسمح لك بالذهاب إلى مقر هذا الطبيب، إلى عيادة تلك العيادة، إذا كان صحتك لا تسمح، امكثي في البيت والقانون يسمح بهذا الأمر، الطبيب هو الذي يأتيك ويأخذ مبلغا إضافيا، هذا مشروع لك ومشروع له. معنى أنت يجوز لك تديري واش درتي، هو يجوز له هذاك الطبيب لأنه أخذ المبلغ الإضافي بعذر بمسوغ شرعي، أنه جاء من العيادة جاء حتى لدارك، دار جهد إضافي، دار جهد إضافي. طيب الحالة الثانية، إذا كنت أنت قادرة باش تروحي، روحي انت ثم وقل طبيب أنا قادرة باش نجيك، دير عليه الكشوف الدورية والسلام، باش ما يزيدش ياخذ هذاك المبلغ الإضافي بسببك أنت، خاطر يديرك في المحضر، يديرك في التقرير نتاعو الطبي أنه كشف عن فلانة وفلانة وراح لهم البيت إلى آخره. أعتقد الأمر واضح. بارك الله فيك. وبذلك ما عندك حتى مسؤولية. أما ذلك الطبيب إذا كان سرق بطريقة أخرى، استخدم تقنية معينة باش يسرق، بينه وبين ربي سبحانه عز وجل. ما شيخنا أحيانا البعض يذكرك بقوله صلى الله عليه وسلم: الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. سيدة أم مهدي بهذا النموذج تذكر بهذا القول. والله الأخت أم مهدي حقيقة هذه النماذج التي يقتدى بها ويحتذى بها. أولا يكون عندنا الأمل، نقول الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. رقم 2 أنه هذا السلوك من خلال هذا السؤال تاع الأخت أم مهدي تعطينا الأمل، يكون عندنا الأمل الاسبوار باللي مازال الخير وما نيأسوش وما نقولوش خلات وانتهت الدنيا، لا. والأمر الثالث نقتدي بمثل هؤلاء. لماذا؟ لأنه الإنسان لابد أن يكون قدوة لغيره في الإصلاح، ونريد القدوة الأنموذج. الكلام ربما معظم الناس يحسنه، يجب ينبغي وكذا، ولكن أين من يقدم الأنموذج الصحيح؟ ربي سبحانه وتعالى قال: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. ربي أول من يطلع على الأعمال. علاش هذه؟ لأنه هذا معنى التقوى، معنى من معاني التقوى. لو كان واحد ما يستحضرش ربي سبحانه، وهذه تقوى أن تذكر الله عز وجل في كل زمن وفي كل مكان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اتق الله حيثما كنت. وحيثما عند أهل اللغة زمكانية، يعني تفيد الزمان والمكان. خاف ربي في كل زمان في كل مكان، ماشي واحد كان في الجزائر يخاف ربي يروح لأوروبا ما يخافش ربي، يقول راني مع الكفار ندير واش نحب، لا، يخاف ربي في كل زمان وفي كل مكان. ثم ربي يقول: ورسوله. إذن الرسول أيضا يطلع على الأعمال، والمؤمنون وهم المعيار الحق. وبعدين ربي يختم هذه الآية بقوله: وستردون إلى عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب يعني الانفيزيبل، غير ربي اللي يعرفه، والشهادة الفيزيبل عالم الشهادة. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ أستاذنا سعيد بوجدي، وبارك الله فيك. هذه الحلقة من برنامجكم هلا سألوا تقريبا مشاهدينا الكرام يعني دخلوا في مسألة الموضوع الموحد، يعني تقريبا الأسئلة كانت تصب في موضوع الزكاة. ربي إن شاء الله يقدرنا جميعا أن نلتزم بشرعه الحنيف، ويوفقكم جميعا لما فيه الخير. وذكر بأن الأسئلة الواردة إلينا عبر البريد الإلكتروني وعبر البريد العادي أيضا 21 شارع الشهداء الجزائر العاصمة، قناة القرآن الكريم يجيب عنها تباعا، يعني حسب ما يقدر ربي شيخنا محمد الشيخ. كل يوم جمعة، الجمعة مخصصة لهذه الإشكالات عبر البريد الإلكتروني وعبر البريد العادي. أيضا هذا مشروع كبير راهو يخدم عليه شيخنا محمد، وربي يوفقه إن شاء الله. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على وفائكم وعلى تواصلكم.
الشكر لشيخنا ومعلمنا هذه الحلقة فضيلة الدكتور سعيد بويزري. أنقل لكم تحيات الفريق العامل في الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر. غدا بحول الله لقاء جديد، يلقاكم الحاج محمد واشم. السلام عليكم.